اهلا بيكم في قناه كايرو جاردن، قناه الزراعه المنزليه. النهارده بكلمكم برضو من المزرعه وعندنا كذا حاجه لازم نعملها. لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت عملنا الفراوله، كنا بنحاول نظبط الارض زي ما انت شايف كده. الجزء ده كله شيلنا منه الفراوله بدل ما نحاول نصلحها لان الموضوع كان صعب. قلنا هنشيل الفراوله وشلناها فعلا وحطيناها في شاليات لوحدها. بس قبل ما اكلمكم هنعمل ايه النهارده، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده لو بتحب الزراعه. وده شكل الفراوله اهي بعد ما اتنقلت للشاليات دي. زي ما انت شايف اهو بقى شكلها افضل شويه من الاول، بدل ما كانت مزنوقه دلوقتي بقى شكلها افضل كتير وصحتها كمان بقت افضل. شايف الورد اهو بدأ فعليا يطلع. فالنهارده هنعمل الفراوله، هنطلع بقيه الفراوله من الارض دي اول حاجه. بعد كده هنزرع شويه بطاطس زي ما انت شايف اهي، خلاص طلعت جذور. دي حد تبرع لينا بالبطاطس دي من الاراتمنتس اللي جنبنا. هنحط برده سماد للارض، دي الفتره اللي بنجهز فيها الارض بتاعتنا. هنحاول نقلم شويه شجر وهنحط الخشب ده علشان نقلل طبعا الحشائش. ده كل اللي احنا طلعناه من هنا، كل ده كده دي خلصت خلاص. طبعا لسه زي ما انت شايف ممكن نحتاج تنظيفه اكتر من كده. دي اول حاجه كنا عايزين نعملها، وهي ان احنا نخلص من كميه الحشائش والحاجات اللي موجوده هنا اللي احنا مش عايزينها. بعد كده المرحله اللي بعد كده مش هنزرع حاجه، هنريح الجزء ده من الارض هنغطيه. والفراوله زي ما انتم شايفين بقت خلاص في شاليات لوحدها. لو زاد معانا فراوله ممكن نحطها في حته في الارض. اللي غير كده اللي عملناه برضو هو ان احنا زرعنا شويه بطاطس، والبطاطس اتزرعت هنا في الجزء ده كله، الخط ده. ووضبنا الارض دي برضو، زودنا لها شويه كومبوست. طبعا شويه ممل ان انت تحط كومبوست كتير، ولكن ده اللي هتستفاد منه لما تلاقي الزرع طالع بتاعك كويس وصحته كويسه. تعال بقى شوف بقى شجره التفاح، بدا الورد اهو يفتح. وريتها لكم المره اللي فاتت كان لسه الورد كله مقفول. بص بقى دلوقتي فصل الربيع بقى، فكل الحاجات اهي بدأت تشتغل. واحنا كنا قلمنا الشجرة دي، فده طبعا هيساعدها كتير جدا على ان هي تنتج اكتر. وهنا اهو خلاص برضو لو تشوف برضو شجرة البرقوق بالمصري يعني بيقول لك عقدت يعني خلاص اهي الوردة طلعت وبدأت اهي تكون ثمرة. فنتمنى يعني ان المحصول يبقى كويس. ده معظم الحاجات اللي عملناها النهارده، هي توضيب الارض للفراوله اللي شلنا منها كل الفراوله ووضبناها وهنغطيها. وادي التفاح اهو اللي وريته لكم اللي قلمناه المره اللي فاتت. زودنا شويه طينه في الارض. لسه طبعا في حاجات كتيره جدا لازم تتعمل، زي الحشائش اللي بالهبل اللي في كل حته في الجنينه لازم تتوضب. وزرعنا البطاطس في الجزء ده. تعالوا اوريكم الاسبارجس بسرعه. ده شكله، ده ممتاز جدا في الاكل. وده الكميه اللي احنا حصدناها المره دي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الجوله دي من كايرو جاردن. ما تنساش لو انت اول مره تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن تشترك في القناه وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. اكتبوا لي في التعليقات لو بتزرعوا ايه دلوقتي، ولو عندك صور ابعت لنا. شكرا، اشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. مع السلامه.